السلام عليكم، ايه الاخبار؟ طبعا انا غايب بقالي فتره، بس ده يعني ان انا انزل فيديوز عن العاصمه او عن المشاريع هناك، بس ده كان ليه اسباب. الاسباب هي ان بدا يظهر شويه عيوب في المشاريع في العاصمه الاداريه الجديده او نواقص. خلت ان الموضوع بقى مش اسهل حاجه. بقى صعب جدا ان انت توصل لمشروع مميز لشركه كويسه، حاجه تحقق الاستثمار الناجح للعميل. فيعني مثلا لو قلنا ايه العيوب اللي كانت مأخراني شويه ان انا اظهر او مخلياني مختفي الفتره دي. كان طبعا نقطه الندره في المشاريع المميزه. بقى المشاريع المميزه اللي تحقق كل عوامل النجاح قليله جدا في العاصمه، فبقى صعب جدا ان انا اختار للعميل استثمار اقول له ان ده بنسبه 90% او 100% استثمار ناجح وكويس. التكرار بقى، في تكرار في المشاريع بشكل ممل شويه. خلاص، هي كل المشاريع اللي بتنزل ميكسد يوز، اداري وتجاري، عائد على المقدم، ايجار الزامي، خلاص هي بقى نفس الشكل في كل الشركات بتنقل من بعض وتطبق وخلاص. هو بس اللي بيتغير اسم الشركه واسم المشروع، مفيش ابداع، مفيش اختلاف من شركه للتانيه. تالت سبب كان ان معظم المطورين للاسف ظهر جزء كبير من المطورين في عدم التزام بالوعود او تاخيرات شويه، عدم التزام بالاشتراطات اللي بتتقال للعملاء. فده كله خلاني ارجع خطوه لورا وابص على السوق كله، واعمل تقييم للسوق واشوف الوضع في العاصمه رايح في انهي اتجاه، وايه اللي العاصمه محتاجاه الفتره دي، وايه اللي ممكن يكون موجود في العاصمه يحقق نجاح ويحقق استثمار كويس للعملاء. طبعا يعني درست السوق كويس، بصيت على الحاجات الموجوده، وزي ما قلت النواقص اللي بقت موجوده في السوق، ان السوق خلاص ما بقاش فيه التنوع في المنتج، ما بقاش فيه منافسه، هي الشركات بتقلد بعض مش اكتر، وبتغير يا دوب اسم المشروع واسم الشركه وخلاص. مع طبعا كان في طموح شخصي للتطور. يعني انا الحمد لله اشتغلت في التسويق العقاري فتره طويله، تقريبا كده بتكلم اكتر من 10 سنين، حققت فيهم نجاحات كويسه، ساعدت اكتر من عميل ان هو يوصل للاستثمار الناجح. اشتغلت مع شركات يعني خبير في القطاع التجاري، واديتهم شويه نصايح، والحمد لله الناس قدرت تنجح بيها. فبقى التطور الطبيعي ان اكون انا انقل بقى الخطوه اللي بعد كده، ان انا اكون انا المطور العقاري. ادخل في مشروع انا اللي ببنيه من A to Z، مشروع انا مشرف على كل تفاصيله، مشرف على كل الحاجات اللي فيه، التسويق والتسعير والتصميم واللوكيشن ونوع المشروع والخدمات اللي هتكون موجودة، التنفيذ ومواعيد التنفيذ، المشغل الطبي، كل حاجة كنا انا اللي موجود فيها ان شاء الله، واكون جزء كبير منها. لان دي كانت هتديني فرصة كويسة قوي. انا الحمد لله عندي رؤية للعاصمة، ايه المميزات اللي موجودة فيها، ايه العيوب اللي الشركات وقعت فيها، بقت موجودة معايا. فلما اجي اطبق ده على نفسي او على مشروعي، فان شاء الله انا هطبقه على احسن شكل، ان هو انا اقدر اطلع افضل مشروع، اقدر اطلع تميز عالي جدا، منتج ممتاز يحقق استثمار لكل العملاء اللي هتبقى موجودة، هقدر احقق ان التزام كويس جدا بالمواعيد وبالاشتراطات اللي هحطها. خلاص انا عارف السوق بيتحرك ازاي، وعارف طلبات العميل، عارف العيوب اللي ممكن تحصل فهقدر اتلاشاها، عارف المميزات اللي لازم تبقى موجودة في اي مشروع فهقدر ان هي تكون موجودة فيه. فدي كلها كانت الحمد لله عوامل نجاح تطمني ان انا وانا باخد خطوة ان انا اكون مطور عقاري اقدر اعمل ده، اقدر اعمل ده لان الخبرة موجودة، وهقدر ان شاء الله ان انا اطلع منتج استثماري ومنتج يكسب العميل. انا واثق من ده ان شاء الله بنسبة 100%. هنحط كل البلانات، هنحط كل خبرتنا في الموضوع، فليه لا، ليه ما اكونش مطور عقاري واخد التطور الطبيعي ان انا انقل من مجرد مسوق عقاري، ان انا عندي مشروعي اللي اقدر اطلع بيه منتج كويس جدا في السوق، تقدر ان اي عميل بيشتغل معايا تقدر انك تكسب منه وانت مطمن. فانا حبيت كده اعمل الفيديو ده، وكم فيديو جايين ان شاء الله عشان اتكلم فيهم عن تجربة بقى كمطور عقاري. ايه اللي انا هعمله ان شاء الله، تفاصيل الشركة، تفاصيل المشروع، عوامل النجاح اللي هتبقى موجودة، لان باذن الله احنا بنخطط لمشروع فعلا هيبقى من احسن المشاريع الاستثماريه اللي موجوده في سوق العاصمه الاداريه الجديده، من حيث بقى تميز الموقع، الندره، منتج نادر جدا مش موجود كتير، مفيش تكرار، خدمات كويسه، تصميم هندسي ممتاز، التزام في العقود وبالوعود اللي احنا هنقولها للعملاء، تسعير كويس جدا 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 العملاء تقدر تكسب منه، انظمه سداد مريحه تخلي ان اي حد حابب يستثمر يقدر ان هو يكون موجود معانا في المشروع. فحاطين عوامل نجاح كتيره جدا جوه المشروع، ان شاء الله هتقدر ان هي تنجحنا. فباذن الله من الفتره الجايه انا هكون المدير التنفيذي ومدير القطاع التجاري في شركه جولدن بيلرز، اللي هتبقى من الشركات الممتازه والواعده جدا في سوق العاصمه الاداريه الجديده، واللي هنكون لينا بيها بصمه كويسه جدا في سوق العقارات.
استنوني في الفيديوز اللي جايه، هشرح بقى قصه جولدن بيلرز، ايه اللي بنعمله، ايه اللي هنقدمه، مين الشركه ومين سابقه اعمالها، التفاصيل بتاعه المشروع بالخدمات، لان ان شاء الله هتلاقي فرصه استثماريه كويسه جدا. يعني احنا في جولدن بيلرز هنقدم لك فعلا مشروع متكامل، منتج استثماري قوي جدا تقدر ان انت تكسب منه. استناني في الفيديوهات الجايه وهتلاقي تفاصيل اكتر عن الشركه وعن المشروع.